ازيكم؟ زي ما قلنا ان جسمنا فيه نوعين من البكتيريا، بكتيريا نافعة ومن المفترض ان تكون نسبتها 85%، وبكتيريا ضارة اللي المفروض نسبتها تبقى 15%. يبقى لازم نعرف ازاي نحافظ على النسب دي عشان جهازنا يكون بصحة جيدة. فالنهاردة هنتكلم على البكتيريا النافعة وهي البروبيوتكس، والبكتيريا دي هي اللي بتحمي جسمنا من الأمراض. بنحصل على البكتيريا دي من بعض الأكلات زي الزبادي واللبن الرايب. طيب أخدنا البكتيريا دي من الأكلات، بس البكتيريا دي لازم نغذيها. طب نغذيها ازاي؟ اقول لكم البكتيريا دي بتتغذى على حاجه اسمها بريبيوتكس، ودي موجوده في بعض الاكلات زي الحمص والعدس والورقيات الخضراء والبصل والثوم والموز الاخضر، الموز الاخضر مش الاصفر، والتفاح. يبقى عشان نغذي البكتيريا النافعه لازم نظامنا الغذائي يحتوي على اكلات فيها بريبيوتكس اللي هو الغذاء بتاع البكتيريا النافعه. يا رب اكون ساعدتكم بمعلومه تفيدكم وتفيد الجهاز الهضمي بتاعكم.